كالعادة وزي كل شهر بحب أبدأ معاكم الشهر بتاعي بتخطيطي للشهر ده. فالنهاردة إن شاء الله هيكون فيديو تخطيط شهر يناير، وبما إنه أول شهر في السنة فبقى مش هنعمل مراجعة للشهر اللي فات، لأنه الشهر اللي فات كانت المراجعة بتاعته من ضمن مراجعة العام اللي فات. فالشهر ده هنبدأ كده على صفحة بيضة، وان شاء الله يكون شهر مليء بالانجازات هو كمان. وزي ما انا بعمل دايما اني بعرض الخطة بتاعتي او اني بجهز او بفضي كل حاجة موجودة في دماغي على ورقة هنا قدامي، سواء كان التخطيط بتاعي تخطيط شهري، تخطيط سنوي، تخطيط اسبوعي، على حسب بقى. انا بحب افرغ كده كل الحاجات اللي موجودة في دماغي. وزي كل شهر بنقسم الشهر بتاعنا تقريبا ل4 حاجات. اول حاجة بتكون هي المراجعة وتقييم الشهر اللي فات، وتاني حاجة بتكون الاولويات بتاعتنا والاهداف بتاعتنا، وتالت حاجة بتكون المواعيد، ورابع حاجة بتكون العادات بتاعتنا. بس الشهر ده انا ضفت حاجة خامسة كمان، وهي المهام الاسبوعية بتاعتي. فيلا بقى نجيب المشروب بتاعنا عشان نبدأ نخطط سوا لشهر واحد. اي نعم التخطيط متأخر شوية، بس مهم ان احنا نخطط. انا هنا معايا ايس كوفي، وشوفوا انتوا بقى عايزين تشربوا ايه. وعشان نبدا التخطيط لازم نجيب البلانر بتاعنا او البوليت جورنال بتاعتنا او النوت او الورقه اللي احنا هنخطط فيها. خلينا اوريكم التخطيط الشهري في البلانر بتاعتي، وهو ده شكله. وهو ان في تقييم شهري كده، الشهر كله موجود قدامي بالايام. لو انا عندي حاجه مميزه او مهمه في يوم معين هكتبها في اليوم ده. وعندي تحت هنا عادات، تقريبا دول 7 أو 6 عادات، فهكتب فيهم العادات اللي انا عايزه التزم بيها، وهي العادات اللي انا مخصصاها للشهر. واي مهام يوميه موجوده عندي برضو بعملها بشكل يومي هكتبها هنا، بحيث ان انا اكون عامله لها تراكر على مدار الشهر، من غير بقى ما اكتبها عندي في البلانر بتاعه اليوم بتاعي. وهنا عندي 3 اهداف مهمة قوي قوي، هم دول بس اللي انا هكتبهم. وهنا بقى عندي قائمة مشتريات، الحاجة اللي انا اشتريتها وسعرها قد ايه، على حسب بقى المشتريات اللي انا عايزة اشتريها خلال الشهر. قبل ما نكتب في البلانر خليني بقى اشارك معاكم اهدافي وعاداتي والاولويات بتاعتي خلال الشهر ده. زي ما قلت، خطوة مراجعة اللي فات احنا مش هنعملها، لانه الشهر ده اول شهر في السنة. فشهر ديسمبر انا كنت عامله له مراجعه بقى مع السنه اللي فاتت، فخلاص عايزه بقى ابدا سنه جديده كده بفريش، من غير ما ابص بقى على انا ما انجزتش ايه او ما عملتش ايه، او الحاجات اللي مش لطيفه ممكن تكون اللي حصلت في شهر ديسمبر. فلا، عايزه اركز على حاجات بوزيتيف. فشفت اللي انا انجزته وهبدا بقى في حاجات جديده. قبل بقى ما ابدا برضو تخطيطي لشهر يناير، انا بصيت على الاهداف بتاعتي، بصيت على اولوياتي خلال السنه ولاهدافي للسنه والعادات اللي انا حابه ان انا ابنيها، عشان منها اقدر بقى اختار ايه اللي انا عايزه اعمله في الشهر بتاعي. العادات والاهداف والاولويات بتاعتي انا واخداها من السنه ومقسماها على الشهور، فعلى حسب بقى كل شهر عايزه اشتغل فيه على ايه، وعلى حسب بقى المهمه بتاعت كل شهر عامله ازاي. فخلونا بقى نبدا في تخطيط شهر يناير لسنه 2023. اول حاجه طبعا وهي الاولويات بتاعتنا خلال الشهر. ايه انا اولوياتي خلال الشهر ده، ايه اللي انا حابه اركز عليه خلال الشهر ده، ايه الجانب المهم بالنسبه لي برضو خلال الشهر ده. الشهر ده بالنسبه لي والجانب المهم قوي 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 وهو الشغل بتاعي، وكمان الشغل بتاعي على يوتيوب. مش بس الشغل بتاعي في حياتي وكده بس، لا، الشغل بتاعي كمان على يوتيوب، لانه الفتره دي في الشغل هيبقى عندي ضغطه شغل جامده قوي. فمحتاجه برضو ان انا اديها وقت واديها حقها، واعمل لنفسي روتين عشان اكون في شغلي مركزه اكتر. وكمان بالنسبه لشغلي على يوتيوب، زي ما انتم ملاحظين وزي ما انتم شايفين القناه الفتره الاخيره كانت عدد الفيديوهات اقل، كان في غيبه ما بين كل فيديو والتاني بسبب حاجات كتير حصلت. فحابه ان الشهر ده لا ارجع واركز وادي لنفسي طاقه ان انا انجز فيديوهات اكتر، وابدا اشتغل على محتوى تاني وعلى محتوى جديد وحاجات مختلفة اكتر عشان اشاركها معاكم. وبس مش الفيديوهات على يوتيوب، برضو على تيك توك وعلى انستجرام الفيديوهات الفترة الاخيرة كانت قليلة جدا جدا، ما كنتش بتكلم فيها، ما كنتش متفاعلة معاكم قوي. فعايزة برضو الشهر ده يكون فيه كده اختلاف عن الفترة الاخيرة، عشان كده نبدأ بقى نرجع ونبدأ بقى نحقق اهدافنا خلال السنة الخاصة بالسوشيال ميديا. وتاني جانب مهم عندي بقى الشهر ده ومن اولوياتي وهو الجانب الاسري. مش عارفه انتوا متابعيني على الانستجرام ولا لا، لو متابعيني كان زمانكم عارفين ان انا جدتي الفتره الاخيره تعبانه شويه، وكمان مامتي، فمحتاجه ان انا اديهم وقت اكتر واركز معاهم اكتر واساعدهم اكتر. فده من الحاجات اللي انا عايزه اركز عليها الشهر ده. برضو من الحاجات المهمه عندي ان في عادات وفي حاجات انا كنت
بدأت ان انا ابعد عنها كده الفترة الاخيرة. فالحاجات دي اخدتها وخليتها مهام اسبوعية. هبقول لكم ازاي خليتها مهام اسبوعية خلال الفيديو، وهشاركها معاكم برضو. ومن الاولويات بتاعتي بقى بروح واخدة الاهداف اللي انا عايزة اعملها. الاولويات دي هي اللي بتخليني اخد الاهداف على جنب، واخد الحاجات اللي تنفع عادات على جنب، واخد الحاجات اللي تنفع مهام اسبوعية او مهام يومية على جنب. فبالنسبة بقى لاهدافي خلال الشهر ده، وهو اني انزل فيديوهين كل اسبوع على يوتيوب. يعني هنبدأ بقى نرجع للعادة القديمة، وهي اني كنت بنزل فيديوهين في الاسبوع. فانا عايزة ارجع اعمل الحاجة دي، بس محددة لنفسي كده اخر اسبوع في الشهر هيكون فيديو واحد بس، عشان احس كده ان انا اخدت اجازة كده يوم في الاسبوع. فبكده هيكون عندنا تقريبا خلال الشهر 7 فيديوهات ان انا انزلها على يوتيوب. لسه محددتش مواعيد الايام دي هتبقى ايه، او مواعيد الفيديوهات دي ايامها هتبقى ايه، فهبقى احددها معاكم. وبرضه هبقى انزل لكم فوت عشان اعرف رايكم، والاوقات اللي بتكونوا متاحين فيها اكتر انكم تتفرجوا وتتابعوا اكتر. تاني هدف عندي وهو ليه علاقه بالقراءه، اني اخلص كتاب صباح استثنائي لكل يوم خلال الشهر ده. هو ده الكتاب اللي انا حبيت ابدا بيه السنه، لانه كتاب مميز، ولاني كنت محتاجه ان انا ارجع ابني نفسي روتين صباحي مختلف. قعدت ادور كده على كتاب هيساعدني، وقدرت ان انا اخده من صاحبتي، وهو ده اللي انا هبدا بيه السنه ان شاء الله. تالت هدف عندي وهو اني اخلص الجزء ال26 من القرآن. كنت واقفة عند الجزء ال22، فعايزة بقى ارجع ان انا اقرأ لحد الجزء 26 خلال الشهر ده، وان قدرت ان انا اخلصه ان شاء الله. يعني دي هتبقى حاجة حلوة جدا، وهيبقى انجاز مميز قوي. رابع هدف عندي وهو اني على ما الشهر ده يخلص اكون بدأت التمرين، ان انا العب رياضة وانزل احجز في جيم، لانه ده حاجة انا بقالي شهور كتير قوي مأجلاها، وزي ما قلت لكم انها من اهدافي خلال السنة على مدار اول 3 شهور. فعايزة ان انا ابدأ فيها بقى من اول الشهر ده. خامس بقى هدف عندي وهو ان في كورس معين كده من الكورسات اللي ليها علاقة بالجانب الروحاني شوية، حابة ان انا ابدأ فيه، وهو هيبدأ خلال الشهر ده ان شاء الله. فعايزة بقى ان انا ابدأ فيه كده، وابدأ ان انا اذاكر له اول باول. ودول اول 5 اهداف عندي خلال الشهر ده. وبرضو عندي هدف سادس، واللي هو دايما بيكون موجود كل شهر، اني احوش مبلغ معين كده على حسب الميزانية بتاعة الشهر، وخلال السنة ان شاء الله اكون جمعت المبلغ اللي انا عايزاه. دول بقى كده الاهداف اللي انا اقدر اشاركها معاكم. طبعا بيكون في اهداف تانية خاصة ما بقدرش ان انا اشاركها، او انا بديكم الاهداف اللي انا اعرف ان انا اعرضها معاكم، واللي انتوا تقدروا انكم تاخدوا منها افكار. لكن بيكون في اهداف تانية خاصة بيا انا، برضو ممكن تكون عادية بس تبقى بيني وبين نفسي، ما ينفعش ان انا اعرضها قدام السوشيال ميديا او كده. فلو عندكم برضو انتوا كمان اي اهداف خاصة بيكم انتوا بس، ابدأوا اشتغلوا عليها على طول. تالت حاجة بقى في التخطيط بتاعي الشهري وهي المواعيد. ببدأ كده بقى ان انا اشوف الكالندر بتاعة الشهر كله، الايام بتاعة الشهر كله، واشوف بقى كل يوم انا عندي فيه ايه. لو في يوم عندي فيه تصوير، على حسب بقى الايام اللي انا هكون محددها لنفسي خلال الاسبوع، ايام التمرين بتاعتي، ايام الجيم بتاعتي، ايام الكورس بتاعتي، لو انتوا عندكم دروس، لو انتوا عندكم محاضرات مهمة في ايام معينة، تبدأوا انكم تكتبوها بقى في اللوج الشهري اللي هو بيكون كل يوم عندنا واضح كده، وليه مساحة كده حلوة ان احنا نكتب فيه. تبدأوا بقى انكم تكتبوا كل ده. ولو برضو عندكم ميعاد لدكتور، ميعاد لحاجة معينة مهمة تكونوا فاكرينها، اكتبوها فيها كمان. ومن الحاجات برضو اللي انا بكتبها في الحاجات دي وهي مواعيد اعياد الميلاد، لاني بنسى شوية. فزي ما شفتوا في الكالندر بتاعتي فيه اعياد ميلاد في الاول، بس انا بحب برضو في الشهر اكتب كده كل عيد ميلاد عندي امتى عشان ابقى فاكراه. ونيجي بقى للجزء المهم جدا جدا في التخطيط الشهري، وهي العادات. العادات اللي هي الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نعملها بشكل يومي. ايه المهام اللي احنا عايزين نعملها بشكل يومي، او الحاجات اللي احنا عايزين نحولها لعادة. لو في عادات عايزين نبطلها، لو في عادات عايزين نبنيها، العادات دي هتساعدنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. والعادات دي برضو هتساعدنا ان احنا نحقق هدفنا بشكل مختلف، بشكل بسيط وسهل، ان احنا نكون متقبلين كل حاجة وبنعملها بشكل يومي كده ومتعودين عليها. ده هيساعدنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا بشكل احسن، وبشكل احنا نكون راضيين فيه ومبسوطين بيه. نيجي بقى للعادات اللي انا عايزه ابنيها خلال الشهر ده، وهما عادتين مهمين قوي 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 قوي. ومش هقول برضو ان هما حاجات عايزه ابنيهم، في حاجه عايزه ابنيها وبرضو اتخلص من عادات تانية، وهما الاتنين مرتبطين ببعض. اول عاده مهمه وهي اني اول ما اصحى من النوم ما امسكش الموبايل على طول. من العادات السلبيه اللي كنت بعملها اني اول ما بصحى من النوم الموبايل جنبي بمسكه وافتح السوشيال ميديا بقى، واقعد افر فيها بقى واتفرج واشوف مين بعت لي ايه ومين عمل لي ايه ومين شاف فيديوهاتي ومش عارف ايه والحاجات دي.
دي حاجه سلبيه جدا وبتاخد مني وقت طويل قوي. لو انا مثلا صاحيه الساعه 10 بلاقي نفسي قايمه من على السرير الساعه 11 الا ربع مثلا، فبتاخد وقت كبير قوي وبنسحب دماغنا كده في اول اليوم. فدي من الحاجات اللي انا حابه اتخلص منها، وابني بقى ان انا بدل ما اقوم وامسك الموبايل، لا اقوم من على السرير على طول واروق سريري في ساعتها. دي حاجه هتفرق معايا جدا جدا، بقالي كام يوم ملتزمه بيها وفعلا حاسه فيها بفرق كبير قوي. برده كمان اني اتخلص من اني امسك الموبايل قبل ما انام. الحاجتين دول سلبيين قوي قوي. لما نمسك الموبايل اول ما نصحى وقبل ما ننام، عقلنا بيبقى محتاج ان احنا نفصل، نبدا نأهل نفسنا كده قبل ما ننام للنوم. فقلت بقى برضو ابدل الحاجه دي باني قبل ما انام اقعد امسك الكتاب، او مثلا اعمل مود لنفسي رايق واقعد كده اشرب مشروب في هدوء تام من غير ما افكر في اي حاجه، امسك كتاب واقعد اقراه، اكتب تو دو ليست لتاني يوم. فدي حاجات اعملها بدل ان انا امسك الموبايل قبل ما انام. الموبايل وظيفته قبل ما انام ان انا همسكه واظبط عليه المنبه وبس، اكون فيه قافله نت واكون فيه قافله واي فاي، اكون فيه قافله كل حاجه، بس امسكه واعمله منبه وانام على طول. تاني عاده بقى عايزه ابنيها، وهي اني اصحى الساعه 5 كل يوم عندي فيه شغل. زي ما انتوا عارفين انا شغلي بنزل فيه من بيتنا الساعه 6:30، فانا بصحى الساعه 6. الساعه 6 دي متاخر جدا جدا لاني ما بلحقش، ببقى بجري كده وانا بعمل كل حاجه، ما بعرفش افطر كويس، ما بعرفش اجهز نفسي كويس، بنجز كده بسرعه بسرعه واروح نازله على طول. مؤخرا بقيت بصحى الساعه 5:30، بس برضو 5:30 دي حاسه ان انا ببقى محتاجه وقت زياده، محتاجه وقت كده ان انا اقعد افطر في هدوء كده واعمل كل حاجه في هدوء. فقررت ان انا عايزه اصحى الساعه 5، تبقى عاده كده بالنسبه لي اصحى الساعه 5 كده، اصلي الفجر وابدا بقى ان انا اجهز على رواق، اشوف فطار لو عايزه اعمله، لو عندي عاده عايزه اعملها قبل ما انزل اعملها، زي مثلا اني اقرا الورد اليومي بتاعي، مثلا اني اقرا في كتاب شويه قبل ما انزل. دي عادات كده بسيطه هتحسسني ان انا بدات اليوم كده بشكل ايجابي ومنتج بشكل مختلف. وطبعا عشان اقدر ان انا اصحى بدري لازم التزم بعاده اني انام بدري بالليل. فدي برضو من الحاجات اللي انا حابه ابنيها خلال الشهر ده. ونيجي بقى للجزء الاخير في التخطيط بتاعنا، وهو المهام الاسبوعيه. المهام الاسبوعيه دي عباره عن ايه؟ عباره مثلا عن اهداف انا قسمتها لخطوات يوميه اقدر ان انا اعملها، عباره عن عادات انا كنت ملتزمه بيها قبل كده وبقت حاجات يوميه في يومي، بس مؤخرا برضو ما بقتش ملتزمه بيها احسن حاجه، فاخدتها كده وخليتها مهام اسبوعيه. مهام اسبوعيه هقسمها على مدار ايام الاسبوع كلها. زي ما انتوا شفتوا هنا انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 عادات. طبعا انا مش هبني في الشهر بتاعي 7 عادات، انا عندي 3 أو 4 عادات هم اللي هشتغل عليهم، فهكتبهم هنا، وباقي الخانات بقى هخليها للمهام الاسبوعيه بتاعتي. يعني مثلا زي مهمه الجورنالينج اليومي، حابه ان انا اعمل تدوين يومي، وده كنت ملتزمه بيه قبل كده بس اخر فتره ما بقاش احسن حاجه، فعايزه ان انا ارجع التزم عليه، فقررت ان انا احطه من ضمن المهام الاسبوعيه بتاعتي. كمان فكره قراءه الورد اليومي برضو اخر فتره ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي، ما كنتش ملتزمه بيها قوي وما كنتش بقرا الكم اللي انا كنت بقراه قبل كده، فبرضو هكتبها من ضمن المهام الاسبوعيه بتاعتي، كل يوم انجزها فيها اعلم عليها علامه صح، زيها زي العادات يعتبر. وعندي بقى مهمتين مهمين جدا جدا بالنسبه لي، وهما اول مهمه فيهم وهي 15 دقيقه كل يوم. ايه 15 دقيقه كل يوم؟ 15 دقيقه كل يوم استغلها في ان انا اتعلم واستفيد حاجه جديده، سواء بقى كده ايا كانت الحاجه دي عن ايه، مثلا ان انا اسمع بودكاست عن موضوع معين واكتب الافاده اللي انا خدتها منه، سواء مثلا اني اتفرج على فيديو بالانجلش واطلع منه بجمل وكلمات جديده فاسجل الكلمات والجمل دي، اي حاجه بقى ليها علاقه بانها تديني معلومه جديده كل يوم. وتاني بقى مهمه عندي وهي المي تايم اليومي، ان انا ادي لنفسي وقت كل يوم كده اقعد في هدوء تام من غير ما افكر في حاجه ومن غير ما اعمل اي حاجه ومن غير ما اشغل دماغي باي حاجه تماما. اكتشفت مؤخرا ان الوقت ده فعلا فعلا بيفرق معانا جدا، وفعلا بنبقى محتاجينه جدا جدا في يومنا، لانه هو اللي بيساعدنا نفصل ونجدد طاقتنا ونقدر ان احنا نبدا تاني يوم بقى بشكل مختلف. فدي من الحاجات اللي فرق معايا جدا جدا الشهر ده، واللي انا عايزه انجزها واشتغل عليها الشهر ده. وبس كده هبدا بقى ان انا دلوقتي اقعد اكتب في البلانر بتاعتي، متحمسه جدا 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 للسنه دي، وان شاء الله تكون سنه خير علينا كلنا. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستوحيتوا منه افكار تقدر انها تساعدكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ودلوقتي هقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم، اشوفكم دايما تضحكوا. سلام. بس طبعا اوعوا تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولي كمان على الانستجرام. سلام.